السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتزيدوا ما تقلوا يا رب، ودايما بخير وبصحه وعافيه. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير. رمضان كريم. هنعمل النهارده وصفه سهله قوي، في ناس كتير عملتها وفي ناس جربتها، بس انا النهارده هعملها انا على طريقتي وتجربوها على طريقه ام سلمى ان شاء الله وتعجبكم. هنعمل ايه؟ الفراخ او شفتوا طريقه البانيه بتاع الشركات؟ هنعمله النهارده ان شاء الله في البيت، والطريقه موفره وهتطلع لنا كميه. شوفوا الكيلو بره بكام وهيبقى بكام لسه. لا النهارده احنا هنعمل كميه كبيره من كيلو الا ربع بانيه اهي. انا ما رضيتش اقطعها وقلت اوريها لكم ايه بالشكل دوت، على اساس ان انتوا تبقوا ايه شايفينها. وبعد كده قلت ايه هقطعها. وبصل وبطاطس انا سلقاها عشان ههرسها احطها في الخلطه، وهقول لكم على بقيه المقادير. بس هروح اقطع البانيه الاول مكعبات وهحضر الكبه وهرجع لكم اقول لكم هحط لكم ايه معاها. جبت مقاديري كلها يا حبايبي. هنا انا حطيت هنا الكبه، هحط البصل والبطاطس المهروسه هنعملها مع معجون الايه البانيه لما هضيفه. بس انا قلت افرم البصل الاول قبل ايه، يعني عشان بردك ما تبقاش زفره. يبقى انا فرمت ايه البصل الاول، بعد كده هفرم البانيه. وهحط فص واحد توم اهو ماشي، مش هعمل اكتر من كده. بعد ما افرم البصل وهفضيه هقوم ضايفه الايه البانيه مكانه. الصدر البانيه اللي انتوا شفتوه دوت كيلو الا ربع ماشي. وسلقت كام بطاطسايه 3 اللي انتوا شفتوها برضك ماشي يا حبايبي. بسم الله. هظبط بس الكبه. ادينا انا فرمت البصل مع فص الايه الثوم. كده هننزل ايه صدر الفرخه اللي هو كيلو الا ربع. انا هنا نزلت ايه بصلتين كبار، ونزلت بتاع دوت من فصل فصين توم. لو فص كبير يبقى كفايه واحد، لو صغير يبقى ايه 2 ماشي يا حبايبي. قطعتها زي ما انتوا شايفين كده عشان تتفرم اعرف افرمها ماشي. هشغل وافرمها وارجع ايه هكمل معاكم. كده انا ايه دورتها فين في الكبه البصل الاول، وبعد كده ايه البانيه بتاعنا هفصل عشان بقى ايه من هنا الخطوات اللي جايه مهمه لازم تشوفوها واحده واحده ماشي يا حبايبي. بسم الله. هنحط الكبه هنا عادي عادي كراكيب هنخلص منها دلوقتي. بسم الله. بصوا بقى الخطوه اللي جايه دي خطوه خطوه. بسم الله. هنا ايه الكبه بتاعتنا اهي الحلوه الجميله المسعفه اللي خلصت لنا حاجتنا على طول. هنجيب المعلقه كده. بسم الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا حبايبي وزيد النبي صلاه. وكل سنه وانتم طيبين ويجي عليكم رمضان بالخير يا رب. بصوا عملت ازاي ناعمه خالص. انا كده مش حاطه لها حاجه الا الايه زي ما قلت لكم البصل وفص الثوم بس. لما اطلع الكميه كلها بقى اطلع ايه قلب الكبه. طلع قلب الكبه. مترموش حاجه ما ترموش حاجه، نصيحه مني ليكم. اغسلوا الكبه بالمعلقه كده وهاتوا فيها فتفوته طلعوا فيها اي حاجه ماشي عشان ما اطولش عليكم. هبقى اطلع انا ايه مع نفسي. وهنمسك دي ننضفها كده. بسم الله. بسم الله. كده هنعمل ايه بقى؟ استنى اغسل ايدي. دلوقتي احنا عايزين بقسماط ناعم، دقيق، بطاطس مهروسه. انا هنا كام بطاطسايه هرساها 3. كام بطاطسايه 3 على الكيلو الا ربع. 3 بطاطسيات كبار بقى وسط صغيرين زي ما انت تحبي. البطاطس مش هتضر في حاجه ومش هتبان اساسا بعد ما تخلطي الخليط ده كله بايدك. بسم الله ان شاء الله يعني تبارك الله. بسم الله. ايه التوابل بقى بتاعتنا يا حبايبي؟ ملح. بسم الله. معلقه حلوه كده. نتبل التتبيله بتاعتنا حلوه. اهم خطوات بقى ايه في التوابل؟ اي حاجه عندك موجوده حطيها مش هتفرق. اهم حاجه بهارات الفراخ والمرقايه والبيكنج باودر. دي اهم حاجه في الخليط اللي احنا ايه بنعمله عشان يطلع طعم ايه احلى من الشركات كمان اللي عاملينها وانضف وعارفين عاملينها ازاي. وهي مرقايه كمان
بسم الله. ولو في مرقه عندكم سايبه حطوا اهي بردك، حطي حبه منها طعمها حلو في الاكل بردك منها كده حلو قوي. هنحط ايه؟ بيكنج باودر. هتحطي معلقه صغيره، حطي معلقه ايه صغيره، ما بتخليهاش مكتومه وتخليها هشه وحلو وفيها فراغات كده حلو. بسم الله اهي. نشيل بيكنج باودر حطي ايه كله، وهنحط سنه قرفه مش قوي يعني، ماشي يا حبايبي. وهنحط جنزبيل من كل حاجه ربع معلقه، وهنحط كمون. كل المقادير دي اللي انا بحطها، التوابل دي حلوه قوي في الطعم. وهنحط فلفل اسود وما تكتريش فلفل اسود. وهنحط بهارات فراخ معلقه صغيره بس امليها، ماشي امليها معلقه صغيره امليها، بتدي طعم حلو قوي على فكره حبايبي. وبابريكا حطي معلقه كبيره، البابريكا معلقه كبيره بتطعمها كده وبتدي طعم حلو. بسم الله. كده خلصنا من ايه؟ من التوابل. البيكنج باودر زي ما قلت لكم مهم جدا في الوصفه دي، هي وبهارات ايه الفراخ والمرقه. كده احنا خلصنا. هنحط بقى ايه بعد ما حطينا البطاطس بتاعتنا المهروسه؟ انضف كده وانا واقفه جنبي. هنحط بقسماط ناعم، وهنحط دقيق. هنحط دقيق قد ايه؟ انا هحط 3 معالق كبار وهعجن، وبعد كده لو عايزه تاني هحط 3 هرميه مش مسح. بسم الله. ادي 1 ادي 2 ادي 3 كده ايه دقيق. وهحط زيهم بقسماط ناعم. شوفوا بقى يطلع لكم قد ايه بقى وجميله ونضيفه وبطريقتنا في البيت وعارفينها عاملينها ازاي. الله اعلم بتاعت بره دلوقتي من ساعه ما الحاجه غلت وولعت حاطين فيها ايه عاملينها ازاي الله اعلم. كده اضمن ايه لاولادنا ونظافه وكميه كبيره ما شاء الله. وهنعمل منها وهنخزن في الفريزر شويه مكرونه شويه بطاطس عامله فراخ، والفراخ خلصت والطبيخ موجود محدش هياكله، هطلع طبق وهعمله جنبيها نفس الحكايه. عامله لحمه ومحدش ياكل الطبيخ عشان من غير حاجه، هعمل بردك كده هتنفعني في كل ايه الاوقات. هطلع الطبق مع شويه بطاطس هيك. ماشي يا حبايبي. وهنعجن كده كله ببعض. هعجنها وهرجع لكم اوريكم ايه العجين عامل ازاي بتاعت
دلوقتي انا عجنتها وخلصتها عشان اعرف اشكلها وما تبقاش سايحه مني، هي بس هي حلوه. بصوا عامله ازاي، بسم الله اللهم صل على النبي، بسم الله الله اكبر. بصوا عامله ازاي العجينه بتاعتها اهي، تتشكل عادي. بس انا عشان اتاكد منها واشكلها وما تسحش مني وتبقى مظبوطه هحطها في التلاجة شويه واحضر الحاجه بتاعتها اللي انا هحطها، وهرجع لكم اوريها لكم بعد ما اطلعها من التلاجة. هحطها يجي نص ساعه كده. رجعت لكم حبايبي اهي، حطيتها نص ساعه زي ما انا قلت لكم في قلب التلاجة، والحمد لله جمدت وبقت حلوه. هنعمل ايه كده اهو، وهنعمل كده اهو. هي في كذا تشكيل عشان خاطر منعملش. هنعمل كده اهوت، كده اهو، كده اهو، بعد كده كده اهوت. ده الشكل اللي بتاع الشركات، اللي الشركات بيعملوا عليه. لو انتوا عايزين نفس الشكل يعني اهو. بص اهو، زي ما تشكلوا زي ما تحبوا. هنا انا حاطه معلقه دقيق على شويه ميه وقلبتهم اهي. ماشي، هتتحط. لو انتوا عايزينها تحطوها في الفشار على طول هتعملوها كده اهو. بصوا اهو، بسم الله بسم الله. بصوا اهو، بصوا اللهم صل على النبي. بصوا عامله ازاي جميله. بصوا اهو، وتدوسوا عليها كويس عشان تتبصر. بصوا اهي، وترصوها هنا. انا حاطه هنا طبق، وحاطه كيس تلاجة، وامسكوها كده عشان تمسك. كل ده هيمسك كويس. ماشي. لو عايزين بقى تطلعوها، مفيش الفشار ده عندكم الخشن، مش هنقف، هنحطها هنا للدقيق. بصوا، ومن الدقيق للبصمات الناعم. هنقلي معاكم دي وهنقلي معاكم ديت. ماشي يا حبايبي، عشان مفيش حاجه تقولوا لا مش موجوده، لا ولا حاجه. ماشي، هنقلي معاكم ديت وهنقلي معاكم ديت، وبقسماط ناعم فشار خشن. بس انا حبيت يعني للناس اللي مش عندها او مش هتعرف تتعمل فيه. ماشي كده اهو. هوريكم دي وهوريكم دي. بسم الله بسم الله. تبقى انهي الاحسن او انهي الافضل. اول ما بتحطيها بتمسك، بتبقى جميله، بتبقى حلوه جدا. دي انا كنت بصراحه عاملاها بالبقسماط، قلت اعملها الاتنين. بصوا اهي بالبقسماط بس. ماشي، هحطها بردك وهعمل دلوقتي. عايزين تلبسوا حاجه في ايديكم البسوا. انا بحب اعمل حاجتي بطبيعتي كده، بعرف اشكلها واعرف امسكها واعرف ملمسها. ماشي، ماشي يا حبايبي اهي. بصوا جميله جدا وطعمها حلو قوي على فكره. انا قبل ما اعملها معاكم عملتها وجربتها وسويتها، حلوه قوي قوي. بصوا اهي، بصوا اهي يا حبايبي. ماشي، لو عايزين زي ما انتوا حابين تعملوا، عايزين تعملوها ببقسماط اعملوها، عايزين تعملوها بفشار خشن اعملوها، زي ما انتوا حابين اعملوا. اكلكم وطريقتكم وحاجتكم وانتوا زي ما تحبوا اعملوا. بسم الله تبارك الله. حلوه قوي قوي، طعمها حلو قوي. انا بعد ما هشكل كده لازم تتحط في الفريزر حبه، ما تتعملش وتتقلي على طول. ماشي، نضفوا كده الزياده هينزل عادي. ماشي يا حبايبي كده اهو. بصوا بسم الله تبارك الله، بسم الله تبارك الله، حلوه جدا. اعملوها بقى الحجم اللي انتوا عايزينه. في بقى طريقه تانية، هتجيبي صينيه اللي بتعملي فيها الكيكه ديت الطويله، وتقومي المربعه مش المدوره، وتقومي حاطه حاجتك العجينه دي، تدهني زيت وتقومي رصاها، بتبقى طبقه لا تقيله يعني لا تخينه ولا خفيفه، متوسطه كده، وتقومي فرداها وتقومي مقطعاها بالسكينه الشكل اللي انت عايزاه. وفي الاشكال ديت اللي انت لو عندك اشكال مكعبات كده تعملي اشكال لاولادك بتبقى حلوه جدا. ماشي،
انا برضك ايه توفير وبايدينا، وعارفين نظافة ايدينا، وعارفين احنا عاملينها ازاي، وهتطلع احلى من بتاعت بره 100 مرة. عارفين احنا عاملينها بفراخ صافي، ما فيهاش الا حاجات صحية وحاجات مغذية، ما فيهاش حاجة ايه احنا خايفين منها. فاهميني؟ بصوا جميلة جميلة، بصوا بصوا بصوا، حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله، طعمها حلو جدا، التوابل اللي محطوطة فيها. وما توقفوش نفسكم على حاجة، ما توقفوش نفسكم على حاجة. ده احنا مثلا بصوا ام بقسماط دي بردك اللي ما عندهوش دوت البديل، يعني لو ما عندكيش الفشار الخشن دوت، بس ممكن تجيبي بتاع ده فينو تطحنيه تحمصيه، ممكن تجيبي البقسماط تطحنيه بس خشن، يبقى هيديكي نتيجة حلوة بردك. ماشي يا حبايبي، هشكل. بصوا الكميه قد ايه، انا لسه ما شكلتش كام واحده على بعضها، هشكل وهوريكم الكميه كلها ان شاء الله. رجعت لكم انا حطيته في الفريزر، هوريه لكم وانا هخزنه دلوقتي. انا قلت اقلل لكم كام واحده على اساس برضك تشوفوه شكله عامل ازاي. انا عملته بالبقسماط وعملت بالفشار الخشن زي ما قلتوا. بسم الله تبارك الله اهو قدامكم، لازم يبقى الزيت سخن. بسم الله بسم الله. دوت اللي انا عاملاه ايه بالفشار الخشن، وده اللي انا عاملاه ايه والبقسماط اهو. حلو جدا، انا حبيت اعمل لكم ده وده. عملت بصوا زي اشكال زي ما انتوا حابين، الاشكال اللي انتوا عايزينها اعملوها. ماشي يا حبايبي، هحمره وعندي مقلبه الناحيه التانية عشان اوريكم اللي هو زي الفل ما فيهوش اي حاجه. قبل ما اطلعه هقلبه الناحيه التانية واوريه لكم. حبايبي انا قلبته، بصوا عامل ازاي، ما فيهوش اي حاجه ولا اي حاجه حصلت له. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دوت اللي بالبقسماط، بصوا اهو وانا بقلبه، بصوا حلو ازاي شكله بردك اهوت. ده اللي معمول بالبقسماط بس، وده اللي بالفشار ايه بالخشن اهو. بص اهو هحمره وهقوم اقدمه لكم وهوريكم اللي انا ايه التاني اللي انا شلته. بص اهو بسم الله تبارك الله، مفيش اي حاجه زي الفل، شكله يفرح، ريحه وطعم ونظافه، نفسي تشموا الريحه بصراحه. هرجع لكم عند ايه ما اقدمه لكم هو واللي انا هخزنه ان شاء الله.